نفسكم بقى في تورتايه ومش محترفين ومش عارفين تعملوا بقى خطوات نقص الكيك ونحشيها؟ تعالوا النهارده نعمل تورتايه في صينيه واحده بطريقه سهله. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. في الاول هنحضر الكيكه. انا جبت 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، حطيت عليهم كوبايه من السكر الابيض، 3 اظرف من الفانيليا، وضربت لحد لونهم مفتح كده وبقى عامل فوم خفيف كده. حطيت عليهم نص كوبايه صغيره من الزيت، نص كوبايه من الحليب، 3 معالق كبار الكاكاو الغير محلى اللي هو الخام، وحطيت كمان كوبايه كبيره من الدقيق، وكمان كيس من البيكنج باودر، والدقيق طبعا معاه ذره ملح. هضربهم كده كمان ضربة خفيفة لحد المكونات بس ما تختلط مع بعضها، مش هكتر في الضرب. وبعدين هكون محضرة صينية دهنها دهنة من الزيت ومبطناها بالكاكاو الخام اللي هو الغير محلى اللي انا مستخدماه في الكيكة، وهنزل بالخليط ده في الصينية. وطبعا الفرن بيكون متسخن من قبل كده. وبعدين هدي الصينية بس ضربتين كده على الرخامة علشان افرغ منها الهواء الزيادة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده هدخلها الفرن تستوي، وهحضر بقى الكريم شانتيه اللي هحطه على الوش. انا استخدمت اللي هو دريم اللي هو بالكاكاو، وكمان هحط عليه كوبايه من الحليب المتلج اللي بصوا التلج حتى ماسك في الكوبايه. هفضل اضرب فيها. هعرف ازاي ان كريم شانتيه جاهز وخلاص كده، يعني مش عايز ضرب تاني، لما ارفع المضرب من الكريم شانتيه كده والاقي المضرب مش بينقط كريم شانتيه، يعني الاقيه مش سايل، الاقيه ماسك في المضرب. خلاص خلاص يا خالته هند. هركنه بقى في التلاجة وهروح اعمل صوص الشوكولاته. هجيب باكو من البسكوت الساده، وهحط عليه معلقتين كبار من الكاكاو الغير محلى الخام، وهحط كوبايه من الحليب، ربع كوبايه صغيره من الزيت، كيس من الفانيليا، نص كوبايه من السكر، وهضربهم في الخلاط لحد ما يديني صوص الشوكولاته الخطير ده. الصوص ده يا جماعه رهيب، انتوا هتحبوه يعني. بس يعني انا نفسي تدوقوه، نفسي تجربوا صوص الشوكولاته بالطريقه دي. هركنه بقى في التلاجة. هتكون الكيكة استوت خلاص وطلعتها من الفرن. هستعين بقى بأي حاجة. أنا عملت بالإيد بتاعة المقوار، جبتها كده وقعدت أعمل في الكيكة كده فتحات، وسبتها كمان تهدى شوية. بعد كده جبت لها كوباية من الحليب، كوباية صغيرة عليها معلقة من صوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه، وسقيت بيهم الكيكة وركنتها لحد ما بردت. طبعا كنت محضرة صوص فراولة. عملته ازاي؟ كوباية كبيرة من الفراولة متقطعة صغير، عليها نص كوباية من السكر، وسبتهم 5 دقايق على النار، من 5 ل10 دقايق كده، لحد ما عمل معايا صوص حلو كده، وسبته يبرد وحشيت بيه الفراغات اللي في الكيكة. نزلت بالكريم شانتيه سويته على الوش وصوص الشوكولاتة، ودمجتهم خفيف كده من على الوش مع بعض علشان خاطر يديني الوش الرخامي اللي شكله حلو ده. بعد كده سويت حروف الصينية نضفتها، وبعدين حطيت شوكولاتة شيبس اللي هي المدورة دي، وكان باقي شوية كريم شانتيه. بنتي قالت لي حطيهم على الوش يا ماما، فانا ما حبيتش ازعلها، بس انا ما ظبطتش شكلهم قوي. جربوها ان شاء الله تعجبكم قوي، واعملوا لايك للفيديو وان شاء الله